أن تكون هذه الشخصيات الكبيرة، لأن حقيقة تتبعنا في سيرة حياة زهير بن القين البجلي قبل أن يأتي إلى كربلاء، لأن سيرته وتاريخه وعطاءاته أكيد سوف تنعكس على كربلاء، فوجدناه من أفضل الناس من حيث مكارم الأخلاق، من حيث الخلق الرفيع، من حيث الالتزام، من حيث أنه كان تاجر لديه أموال كبيرة. أضف إلى ذلك كان لديه علاقات طيبة مع الطالبيين، لم يقدح أحدا منهم ذات يوم، لم يكن لديه موقف سلبي مع آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وبالتالي هذه كلها لا تروق إلى التنظير العباسي، ومن هنا لابد أن يستهدف زهير بن القين. سيد الكريم، هنالك نص عن الإمام الحسين عجيب لم يذكره المؤرخ الطبري أيضا، ما دام نتكلم عن التحريف والتزييف، وذكرته مصادر الشيعة. بعدما خطب زهير بن القين تلك الخطبة المدوية في أهل الكوفة ونصح وقتلوه، الإمام الحسين سلام الله عليه أبنه بكلمات، هذه الكلمات فتحت لنا نوافذ لمعرفة لماذا خفيت عقيدة زهير بن القين على المؤرخين. الآن لم يشر أحد المؤرخين بأنه كان علويا، أو لم يذكر لنا بأنه اشترك في معارك العلويين المشهورة أمثال الجمل وصفين ونهروان، الذي يشترك فيها ويبقى على ولائه هذا إنسان علوي، لكنه لم تذكر. زهير بن القين فارس شجاع، لكنه لم يذكر بأنه اشترك في صفين وخاض مع العراقيين تلك الأهوال، وكان رجل يشار إليه لم يكن نكرة. فنص الإمام الحسين ماذا يقول بعد مقتل زهير بن القين؟ قال: لأن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعاء لقد نصحت لهؤلاء. لاحظ نص الإمام الحسين، نص عجيب جدا بعد مقتله، بعد خطبته ومقتله تقريبا قتل 20 شخص وقتل. قال: لأن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعاء لقد نصحت لهؤلاء. وكما يعلم مشاهد الكريم أن مؤمن آل فرعون يمتدح باستخدامه التقية. وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. الظاهر أن هذا لفظ كلام سيد الشهداء الإمام الحسين، أن زهير بن القين كان يخفي تشيع وولاء لآل محمد من أجل أن يكون حر التحرك في مكة، في المدينة، أيام حكومة معاوية، أما أيام بطش زياد بن أبيه، أيام الضغط الذي أجراه عبيد الله بن زياد، وبالتالي كان يكتم إيمانه. لاحظ أنت زهير بن القين، هذا النص لم يذكره الطبري، حذفه. لماذا؟ لأن هاي إشارة واضحة المعالم إلى عقيدة زهير بن القين. الإمام يقول زهير بن القين يشبه مؤمن آل فرعون، وزهير بن القين يشبه سيدنا العظيم المكنى بأبي طالب رضوان الله عليه، الذي كتم إيمانه من أجل الدين ومن أجل أن يحافظ على الإسلام والثوابت الإسلامية. وأيضا لدينا يعني مؤمن قريش آخر، لدينا أبو طالب ثاني في كربلاء وهو زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه. وبالتالي نجد الإمام الحسين يفصح لنا عن هذه المسألة ويقول إن زهيرا كتم إيمانه من أجل غايات ومن أجل عقيدة ومن أجل مبدأ، ويكفيه قول الإمام الحسين سلام الله عليه وشبهه بمؤمن آل فرعون. فأنا أتمنى من الأخوة بالأخص الذين هم من نسيجي، أنا خادمهم الخطباء الكرام، أنه بعد لا يعبرون عنا عثماني الهوى، فليقولوا مؤمن آل فرعون في كربلاء، مؤمن آل فرعون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سيد محمد العوادي أيضا في الروايات الدالة، خدعنا من الرواية وتفاصيلها، أن زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه عندما أراد أن يجابه أن يدخل مع الإمام الحسين في يوم تاسوعاء، في تاسوعاء ظهرت هناك عدة حوادث. هذه الحوادث ربما أشار عمر بن سعد إلى سيدنا مولانا أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، الأمان المزعوم وما إلى ذلك. ربما دخل زهير بن القين مع أبي الفضل العباس وحبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليهم ليحدثونه، لكي يعني يستجلي الموقف، ماذا يريد الطرف الآخر من خلاله. يقال أن زهير بن القين أخذ الراية لكي يذهب بها إلى الأعداء، وأنه رجع إلى سيدنا مولانا أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، قال له: ألا أحدثك حديثا وعيت؟
وعيته أنا، حدث فقد حلا الجو وقد حلا الحديث، كما في قول أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالتالي يأتينا ليحدثنا عن قضية زواج سيدتنا ومولاتنا أم البنين عليها أفضل الصلاة والسلام من سيدنا ومولانا أبي الأحرار أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أيضا يعطينا دعما كبيرا بالنسبة إلى قضية يعني رفع التهمة ورفع هذه الشبهة. ما هو ردك وما تقول لسيد محمد العوادي؟ لطيف. هو احنا المشكل وين؟ انه بعد الاستبصار بزرود يلتصق بالامام الحسين زهير بن القين. ايش يريد يقول لك التنظير العباسي؟ يقول لك هو قلة الانصار، انه الحسين حتى من الوضع والحرج. سيدي تابع النصوص، انه الامام من يحدث عبد الله بن حبر الامه عن شهاده مسلم لا يعبأ، يقول لا بد من العراق. في الروايه الاولى في الصفاح قلوب الناس معك وسيفهم مع بني أمية لا يعبأ، بس عندما يقترب الإمام إلى العراق يبدو أنه يقول لك التنظير العباسي أنه تورط سيدي. فلذلك الرواية المختلقة الأخرى بالشقوق لما قال له الفرزدق قتل ابن عمك يقول استعبر وبكى. زين. زهير بن القين في زرود على سبيل المثال قول تقريبا ثلث المسافة بدأ أن الإمام وصل إلى نهايته، بدأ لا بأس أن يكون المستبصر عثماني الهوى ويلتصق به، لا، ويسأل عن محطات الطريق ويصير المستشار الأوحد. ما علينا، أنا مع التنظير العباسي وأقول لا زال زهير بن القين عثمان الهوى. انظر خطبة زهير بن القين وهو لم يزل طبعا، لم يكن أصلا عثماني، ونحن نعين التنظير العباسي عليه. وخرج ابن القين على فرس له في السلاح فقال يا أهل الكوفة. لطيف استدراكك سيدي. هذا الحديث مع أبي الفضل العباس والتذكير يبدو أن ابن القين من خاص في خصوصيات آل محمد، في خصوصيات آل علي، في أسرارهم، وأنه كان يعرف كل تفاصيلهم سكناتهم وفي كل شيء نعم. سيدي زهير بن القين حبيب مسلم بن عوسجة اعتنى بهم التنظير العباسي، هراهم. ليش؟ لأن هاي كوادر حافظت على نفسها، هي كوادر الملحمة، كوادر كربلاء، ولذلك حافظت على نفسها وبتدبير من الإمام الحسين. هاي كوادر معدة لثورة، هاي أدوار مقسمة بالدقة، من ضمنها زهير بن القين. دعني أرجع إلى التنظير العباسي. فخرج له على فرس له في السلاح، هذا يوم المنازلة، يوم الملحمة، عاشوراء. نذاري لكم من عذاب الله، نذاري لكم إن حقا على المسلم نصيحة المسلم. نحن حتى الآن أخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة. لاحظ سيدي، وكنا نحن أمة وأنتم أمة، إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية محمد ينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصره وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبيد الله بن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء. هاي الكلمات. يسملان أعينكم، يقطعان أيديكم، أرجلكم، يمثلان بكم، يرفعانكم على جذوع الناخ، يقتلان أمثالكم، قراءكم أمثال حج، هانئ، أشباه. دقيقة، أنت عثمان الهوى صح؟ وجبت الطريق كله ما تريد تلاقي الإمام الحسين. نعم. إيش مدريك بمآسي الشيعة؟ هاي قياداتهم أنت إيش مدريك بيها؟ صح لو لا؟ يعني هيك استيعابك، أنت كلك صار لك 10 أيام استبصرت. شو فتحت لي ملف حجر ابن عديم، تفاضته، رجعت لي انت زين. أوكي. قضية هانئ وشهادة مسلم انت بعيد